اهلا بحضراتكم، مساء الخير في حلقه جديده النهارده من البودكاست. النهارده طبعا شرف كبير لينا، يسعدنا ان معانا باشمهندس نديم الياس. الحقيقه باشمهندس نديم يعني ليه صفات كتيره، احنا طبعا مش هنقدر نوفيها في بودكاست واحد، لكن هنركز على حاجتين معاه. طبعا باشمهندس نديم من عيله عريقه من في الطباعه والقواميس وكده، ومن المطابع يمكن اكتر مطابع بتصدر في مصر، في يعني من كل ناحية. لكن احنا هنركز على حاجتين. باشمهندس نديم كان الفترة اللي فاتت لمدة 4 سنين رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، وهو كان وما زال هو رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، وبالتالي هنركز على الاثنين دول. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. شرفنا جدا ان حضرتك معانا، ميرسي لوقت حضرتك. يعني انا بشكرك على الاستضافه لا، ده وبقدر شرف كل لي. المجهود اللي انت بتعمله في كل المجالات المتعلقه بالطباعه، والحقيقه انت شرف لينا لا وشرف لا، للدوله العفو. في تلاميذ كل حضرتك. الحاجات اللي انت بتقدمها لنا يعني. لا، تلاميذ حضرتك بعد ما عندكم زي ما بيقولوا يعني. احنا اول حاجة عايزين نركز مع حضرتك الفترة في الغرفة. حضرتك عملت انجازات كتيرة وكل الناس حست ان في تغير كبير حصل. احنا عايزين برضو نركز في النقط الاساسية، يعني زي مثلا حضرتك تفضلت النهاردة، حضرتك بتقول على WPO حاجة كبيرة ان مصر بقت عضو، على الحاجات اللي حصلت داخل الغرفة، الويب سايت وكده، في عجالة يعني. اتفضل. الحقيقه احنا لما انا استلمت اداره مجلس الاداره في الغرفه للدوره اللي فاتت، كان لازم اول حاجه نعملها ان احنا نبني على اللي قبلينا ونتاكد ان الامور ماشيه. فكان في حاجات كتير اداريا محتاجه شويه تظبيط، واحنا يمكن اشتغلنا في الاول في البدايه على تظبيط كل النواحي الاداريه اللي متعلقه بالموظفين، عشان الموظفين يستريحوا ويقدروا بعد كده يبقوا منتجين ونقدر نشتغل. ثم ابتدينا نشتغل على العضويات وتنقية العضويات والتواصل مع الأعضاء، عشان نحدث قاعدة البيانات بتاعة الأعضاء في الغرفة، وده فعلا تم. المرحلة اللي بعد كده كانت على مدار ال4 سنوات، إن احنا ابتدينا مع الاتحاد نشتغل على نظام ERP أو نظام ERP للغرفة، وبالتالي أصبحت النهاردة كل الغرفة في كل المجالات بتاعتها، سواء المالية، سواء الاشتراكات، سواء الدعاية للغرفة، سواء المعلومات والتواصل مع الأعضاء، أصبحت النهاردة محطوطة على الERP. أصبح التواصل بالغرف مع الغرفة أسهل، أصبح إنجاز الأعمال أوضح، أصبح النهاردة النواحي المالية منضبطة أكتر لأنها كلها مسجلة على النظام. دي يمكن كانت أهم الحاجات اللي احنا حققناها في الغرفة في الفترة اللي فاتت، استعدادا لخدمة أحسن للأعضاء. الغرفة في الفترة اللي فاتت برضك كان ليها دور مهم في إنها تعمل برامج تدريبية كثيرة للأعضاء، سواء في القاهرة أو اسكندرية أو محافظات، وقدرنا من خلال البرامج دي نساعد أعضاء الغرفة في الحصول على الشهادات، في حل مشاكل كثيرة إدارية وفنية في الإنتاج بتاعهم. اشتراكنا في WPO اجى من واقع التواصل بتاعي، تواصلت انا مع الفايس بريزيدنت بتاع او نائب الرئيس لمنظمه العمل الدوليه، لمنظمه التغليف الدوليه اللي هي WPO، اللي هي سهى عطله مقرها لبنان، وضمينا وتقدمنا لانضمام الغرفه لهذه المنظمه. وده كان شيء مهم جدا جدا، لأن المنظمه دي مهتمه باخر ما تم التوصل اليه في مجال الطباعه والتغليف في العالم. كل القوانين وكل التطوير اللي بيحصل لمنتجات التغليف، للخامات المستخدمه، لكل ما هو يساعد الاستدامه والتغليف الاخضر، وإعادة التدوير للخامات المختلفة. فكان مهم جدا ان احنا نبقى موجودين في وسط الفكر ده، وان احنا نوصل كل ما توصلت له برضك هذه المنظمات لمجموع الاعضاء اللي موجودين عندنا. وبالفعل احنا كان على هامش معرض باك بروسيس في السنين اللي فاتت، او برو باك،
احنا قدرنا نطلب من منظمة التغليف العالمية انها تقوم ببرامج تدريب لعدد كبير من اعضاء الغرفة، وفعلا تم تقديم البرامج التدريبية دي بدون مقابل، وكان شيء كويس جدا. ده بالنسبة للغرفة. بالنسبة للمجلس التصديري هو مرتبط جدا بالغرفة، لأنه كل اللي احنا بنقوم بيه في المجلس التصديري هو مرتبط بالأعضاء الغرفة، ولكن أكتر بالأعضاء اللي هي بتتوجه للتصدير. تمام. لو خدنا بقى من ناحية التصدير، فاحنا بنشتغل معاهم على ان احنا أول حاجة نسهل لهم الاشتراك في المعارض الدولية. بنشوف مع الأعضاء ايه اكتر البلاد اللي هم يحبوا والاسواق اللي يحبوا يتوجهوا ليها، وبنعمل بعثات وبندرس الاسواق دي عشان نشوف لو كان فعلا هذا توجه سليم ولا محتاج تغيير. بناء على ذلك بنقوم ببعثات تجارية لهذه الاسواق عشان نفتح ابواب تبادل معرفة وابواب تسويق للشركات المصرية في الاسواق دي. في رأي حضرتك يعني لما نيجي نقول احنا مثلا التصدير ده حاجة كلنا بنحلم بيه، نقلل الاستيراد ونزود التصدير، في رأي حضرتك ايه اهم معوقات التصدير وايه اهم مميزاتنا دلوقتي في ظل ان العملة برضو يعني ما تنزل، يعني دي لها ميزة في المنافسة في التصدير؟ يعني الحقيقة اللي احنا يعني انا بس عاوز يعني اوضح موضوع واثيره، انه الصادرات بتاعتنا تنقسم الى جزئين: الصادرات المباشرة والصادرات الغير مباشرة. أيوة. فالنهارده كل الصناعات اللي حوالينا، سواء كانت الفاست موفينج كونسيومر جودز او كانت الادويه او الصناعات الهندسيه كويس والغذائيه، كل الصناعات دي بتحتاج تغلف المنتجات بتاعتها. بالظبط. ومن غير منتج تغليف على مستوى عالي من الجوده وعلى الشكل الطباعي متقدم ومتطور ويقدر يظهر يبقى يظهر الناحيه الدعائيه اللي محتاجها المنتج ده عشان يتسوى، ده بيأثر في الصادرات المصريه. في نفس الوقت في متطلبات للمنتجات التغليف من ناحيه القوانين دلوقتي اللي موجوده بالنسبه للدخول الاسواق الاوروبيه كويس، بتتطلب على المنتج المصري ان هو يلتزم بيها. وبالتالي احنا لازم برضك كنا نشتغل مع الشركات المصريه عشان المنتجات بتاعتها تبقى مقبوله من الناحيه الفنيه للاسواق الاوروبيه. القيمه بتاعت المنتج في اي منتج نهائي طالع وبيتصدر بيبقى فيه على الاقل من 7 ل 10% تغليف قيمه على حسب كل منتج. لكن يعني النهارده لو اتكلمنا على 7 او 10% من اجمالي 35 مليار دولار او 40 مليار دولار صادرات، يبقى احنا بنتكلم ان احنا صادراتنا الغير مباشره في حدود 3 مليار دولار. يمكن الدوله يعني بصفه عامه مش حاسه بالحاجه دي لانها مش مباشره، فهي مش شايفاها كويس، ولكن ده الواقع اللي حاصل. ده نمره واحد. نمره اتنين، التصدير المباشر احنا كنا بنصدر ب 660 مليون دولار سنه 22 لما انا توليت المجلس. النهارده احنا وصلنا احنا كنا وصلنا لمليار دولار، نزلنا شويه لكن احنا في حدود المليار دولار. يعني الزياده اللي حصلت من 22 لغايه سنه 25 او 26 النهارده، او بنقول من 20 ل 26 طلعت من 660 لمليار تقريبا مرتين. فدي قفزه مهمه. الهدف بتاعنا ان احنا مش هنقدر نعمل نفس القفزه مره واحده تاني، انما بنأمل ان احنا نحرك الصادرات المصريه في مجال الطباعه، سواء كان في الاكياس او في الفلكسبل باكجينج اللي هي التغليف المرن، او في الكرتون المضلع، او في الكتاب، لانه الكتاب عنده فرصه كبيره لسه ما تمش الاستفاده بيها بالكامل. يعني يبقى النهارده بنأمل ان احنا نقدر نزود في حدود 7 ل 10% سنويا الى الصادرات المباشره للقطاع، بما يوصلنا في خلال 4 سنين او 3 سنين على الاقل تاني مليار 300 او مليار ونص الف دولار. وبالتالي الدولة بتشجع الصادرات بأنها بتدي دعم للصادرات كمان، صح؟ الحقيقة بتدي دعم، بس هو الدعم قل شوية، فإحنا بنأمل إنه الدولة مع الوقت
تحس باهميه القطاع ده، وتبتدي تزود تاني الدعم بتاعنا او ترفع قيمه الدعم اللي احنا بناخده. ويبقى الدعم بيبقى دعم مباشر نقدي، وبيبقى فيه دعم في حضور المعارض ودعم للبعثات. الناس تدفع جزء من المصاريف طبعا بس. لكن يعني احنا بنقبل ان يكون في زياده في هذا الدعم عشان نقدر بيه نزود صادراتنا يعني. احنا في النهاية طبعا قبل ما نختم عايزين بس حاجة بسيطة. انا مرة حضرت لحضرتك ندوة، كنت حضرتك بتقول ازاي الواحد يصدر، يعني بعض النصايح عشان الناس تعرف تصدر. فانا ما انساش جملة مهمة حضرتك قلتها، انه لازم هو يبقى 24 ساعة متواجد، يعني ما فيش حاجة اسمها انا هنام لان الصين هتفتح، امريكا هتفتح. ده حاجة، فنصايح هو حضرتك. الحاجة طبعا حضرتك يعني يمكن وجهت لفت نظر لحاجة زي كده. هو العميل بيطلب ايه منك؟ العميل عاوزك تبقى جاهز ترد عليه 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. وبالتالي الخدمة يعني انا في رأيي انه اساس التصدير هو قدرتك على انك انت تقدم خدمة جيدة للعميل في الخارج. يعني هو السعر طبعا فيصل رئيسي، يعني نمرة واحد سعر، لانه ما حدش يشتغل معاك باسعار اكتر من جار. ولكن من غير الخدمه المستمره لو سعرك متساوي فالخدمه هي اللي بتدي لك شغل اكتر، هيدي اولويه، وهي طبعا بتدي اولويه. باشمهندس نديم بنشكر حضرتك جدا على وقت حضرتك، نتمنى لحضرتك التوفيق سواء في المجلس او في الغرفه. دور حضرتك مهم في صناعه الطباعه والتغليف في مصر، وربنا يوفق حضرتك وشرفتنا النهارده. شكرا يا دكتور جورج، وتمنياتي ليك بالاستمرار في مسيرتك في خدمه الصناعه بتاعتنا، سواء بصفتك رئيس مجلس إدارة قسم الطباعة والتغليف في جامعة بدر، وكل المجالات الأخرى اللي أنت موجود فيها. ربنا يخليك. شكرا. ميرسي. شكرا.